في الفيديو ده هنتكلم على AWS من البداية، الأوريجين ستوري، بدأ إزاي، كيف بدأ ال AWS الأمازون ويب سيرفيسز، إيه الاحتياج ليها، فكرة الكلاود، ليه احتاجنا AWS أو اتعملت إزاي وكبرت وتوسعت وبقت شركات كتير بتستخدمها، الموضوع نفسه مشي إزاي ومراحله الثلاثة، الإيرلي بيجينينجز من 2006 ل 2010 تقريبا، بعديها 4-5 سنين في مرحلة الإكسبانشن أند إنوفيشن، واخر مرحله اللي هي الدومينيشن، يعتبر الجلوبال اكسبانشن والانتربرايز ادوبشن، اللي هو كل الشركات تقريبا دلوقتي بتشتغل على AWS، الشركات الكبيره الضخمه زي فيسبوك او غيرها، بس كمان الشركات الصغيره دلوقتي الستارت ابس كله تقريبا بيستخدم AWS او رابرز حوالين خدمات AWS بشركات في النص، يعني بتبقى زي وسيط، زي فيرسيلا، حتى زي شركات زي كده يعني. فهنتكلم عن الثلاث مراحل دول بتفاصيل شويه، الخدمات اللي قدموها في البدايه خالص، الحاجات اللي كانت اساسيه فعلا، الكور فيتشرز او الكور سيرفيسز اللي هم نفسهم كانوا محتاجينها، هو ده اللي هنعرفه يعني. الخدمات اللي هم بداوا بيها اللي كانوا فعلا محتاجينها، وتوسعهم مع الوقت لاكتر من 200 خدمه دلوقتي، اعتقد 250 او حاجه زي كده، يعني اكتر من 200 سيرفيس متاحين على AWS. بس قبل ما نبدا اعمل سبسكرايب للقناه، ولو الفيديو عجبك اعمل لايك وشاركه مع حد. يلا بينا. AWS لما اتعملت كانت نازله بخدمات اساسيه، بس خدمات دي اول حاجه عملوها، دي اللي كانوا محتاجينها، والخدمات دي عاده اصلا يعني AWS اتعملت مخصوص علشان تخدم على امازون.com، نفس الشركه، شركه امازون، AWS امازون ويب سيرفيسز، فالحاجه معموله علشان يخدموا على الموقع بتاعهم يعتبر، بس الموضوع وسع منهم شويه، او الاداء كان اقوى من اي حاجه متاحه في الوقت ده، فباقي الشركات بدأت تطلب منهم ان هم يستخدموا نفس الانفراستراكشر بتاعه امازون.com يعني. فدلوقتي هتلاقي الشركات الكبيره كلها تقريبا بتاخد ريسورسز او بتستخدم خدمات من AWS، مش امازون بس يعني. ففي الكورس ده هنتعلم اكتر عن الخدمه الاساسيه يعتبر اللي بدأوا بيها، اللي هي EC2، اللي هي سيرفرات يعتبر انستنسز، وهنكمل الباقي. اكتر حاجه محتاج تركز فيها هي دي، وممكن شويه في الداتابيز، بس يعني واحنا ماشيين في كل جلسه هعرفكم اكتر ايه الحاجات اللي احتمال تحتاجوها، وايه الحاجات اللي ضروري لازم تبقى عارفها لو فكرت تشتغل فعلا على AWS يعني. تمام، هنبدأ بأول كورس. عندنا كورس واحد، ال Cloud Computing Fundamentals and Concepts View. اوكي في حد هنا؟ عندنا في كام درس هنا؟ يبقى في 6 دروس، وبعدين نعمل البودكاست ده على ال6 دروس دول، 5 أسئلة أو 6 أسئلة، مش حاجة كبيرة يعني. فهنطلع نبدأ من الأول. دي أول درس في أول شابتر في أول كورس، فدي المقدمة. هنا بيتكلم عن أمازون AWS Services، بدأت إمتى؟ بدأت في 2006، والمرحلة الأولانية يعني يعتبر قبل ما يتوسعوا كانت ال4 سنين دول من 2006 ل 2010. كان عندهم ال S3 وال EC2 اللي هو يعتبر سيرفرات وتخزين، يعني مجرد سيرفر يرن الكود، والتخزين خزن فيه اي داتا، ملفات، صور، ايا كان يعني. ف 2006 مجرد للتخزين او هاردات كده يعني، و2008 الاي سي 2 اللي هي سيرفرات، حاجات زي فيرتشوال ماشين او في امز. وبعديها بداوا فكره الانفراستراكشر از سيرفيس يقدموها لشركات تانية، لما شغلهم مع امازون.com كان افضل من اي حاجه تانية. الحلول اللي عندهم اللي عملوها لموقعهم الشخصي يعتبر، اللي هي امازون بتخدم على امازون، وبيحاولوا يحلوا المشاكل اللي بتواجه امازون.com، لان الموقع كان بيكبر بسرعه، هو اكبر متجر على الكوكب يعني. فالحلول اللي عملوها اللي هو من ضمنها S3 و EC2 كانت احسن من اي حاجه تانية متاحه في الوقت ده. والفكره نفسها كانت جديده، لان كل شركه ساعتها كانت محتاجه تشتري سيرفراتها لنفسها فيزيكال، يعني كل واحد محتاج يبقى عنده سيرفرز وادمنز والكلام ده. فهم قدموا الخدمه دي لاول مره، يعتبر فكره الانفراستراكشر از سيرفيس، مش محتاج تشتري السيرفرات بتاعتك لنفسك، ولا يبقى عندك كل حاجه تبقى ان هاوس يعني، او غرفه السيرفرات زي ما بنشوف في الافلام والكلام ده.
غرفه كبيره وتحط فيها سيرفراتك وناس مهندسين واداره وكل الكلام ده، مش محتاج تعمل الكلام ده. احنا عملنا الكلام ده وطبقناه على اكبر موقع على الكوكب اللي هو امازون دوت كوم مثلا. آه، تقريبا اكبر موقع او عليه ضغط كبير يعني. فالحلول بتاعتنا مثبته او اكدناها خلاص وطبقناها على موقع امازون دوت كوم، فنقدر نقدمها لك زي ما هي وتدفع. الفكره بتاعت التسعيره الجديده دي ان انت مش محتاج تحط مئات الالاف من الدولارات وتجيب مهندسين تدفع لهم مئات الالاف برضه من الدولارات كل سنه علشان يخدموا على السيرفرات، السيرفر بولز او وات ايفر السيرفرات اللي عندك في الشركه. لا، تقدر تسيب لنا احنا كل ده وتدفع لنا الفاتوره الشهريه على حسب الاستهلاك بتاعك. بس فكره المصاريف على حسب الاستهلاك يعتبر حاجه ثوريه كده، مش لازم تشتري الجهاز علشان تستخدمه، تقدر تستخدمه عن بعد وتدفع بس على قد استهلاكك وشكرا. مش اشتراك شهري ثابت حتى، لا، او على حسب استهلاكك انت بس. فايا كان، دي النقطه اللي هنا انفراستراكشر از سيرفيس او IaaS بداوا يقدموها للمبرمجين والشركات. بعديها منطقه او فتره التوسع اكسبانشن اند انوفيشن من 2011 ل 2015 كان عندهم بداوا يعتبر خدوا شويه شركات او مواقع تانية غير امازون دوت كوم، الموضوع بدا يشتغل. فدي فتره التوسع. هنا بيقولوا في توسع كبير في خدمات AWS. تقريبا دلوقتي في 2024 هم عندهم تقريبا 250 سيرفيس مختلفه او اكتر من 200 يعني، كتير زياده عن اللزوم. فالموضوع تحس ان هو جنان يعني، بس كلها خدمات بتقدم على بعض يعني، كلها حاجات انت محتاجها اصلا وتعملها. لما بيبقى عندك ابلكيشن او موقع كبير زي كده بتحتاج له خدمات، وكل خدمه منهم بتحتاج لها خدمات برضو، اللي هي فكره الديبندنسيز، او الخدمه دي معتمده على او محتاجه خدمتين تانيين علشان تشتغل وهكذا. فالخدمات كبرت بسرعه وتوسعت وبقت حاليا حوالي 250 خدمه مختلفه يعني، اللي هو EC2 دي واحده منهم، S3 دي واحده منهم، فتخيل 200 من دول يعني، حاجه زي كده. بس دول الاساسيين يعني، اكتر حاجه اساسيه هي EC2 والتخزين كله هتلاقيه على SSC، حاجات زي كده. فدول اكتر حاجه هتستخدمهم لو هتعمل موقع بسيط حتى هتستخدم دول برضه. هنا بيقولوا التوسع، خدمات AWS بدأت تتوسع في الفترة دي من 2011 ل 2015. وقدموا قواعد البيانات، بدأ يبقى في خدمات تانية تخص قواعد البيانات اللي هو امازون RTS وامازون داينامو دي بي، وخدمات تانية تخص النتوركينج اللي هو الVPC والتولز بتاعه الديفلوبرز، بما ان كل اللي بيستخدم الخدمات دي هم ديفلوبرز او مطورين او مبرمجين يعني، فمحتاجين لهم ادوات. ودي برضه كانت بدايه الثوره في موضوع الادوات بتاعه المبرمجين دي، الديفلوبرز تولينج والCLI تولز وكل الحاجات دي. على امازون ده اللي كانوا قدموه في الفتره دي برضه. AWS الاستيك بين ستاك، الستاك بتاعت AWS عملوا برضو الماركت بليس، بحيث ان اي مطور او اي حد منكم مثلا بعد ما تخلص الامتحان وتاخد الشهاده، بعد ما تعمل ابلكيشنز على AWS وتبقى مهتم بالموضوع، ممكن لو كملت في الطريق ده تبقى مهتم بالموضوع، عايز تقدم خدماتك، عايز تقدم السوفت وير بتاعك، او لو انت كشركه عايز تقدم السوفت وير بتاعك والديفلوبرز التانيين اللي في شركات تانية يستخدموه ويدفعوا لك مصاريف الاستهلاك يعني، او باشتراك شهري، ايا كان انت النظام اللي عايزه ايه. فكان في 2012 عملوا الماركت بليس زي بتاع الفيسبوك كده، الماركت بليس، ناس بتبيع وناس بتشتري. وده يخص السوفت وير تحديدا يعني. الشركات اللي متخصصه في الموضوع ده تقدر تعمل سوفت وير كده كباكج على طول وتقدمه للشركات التانية علشان ما يضيعوش وقت. مش لازم تقعد تخترع كل حاجه من الاول يعني. تقدر تشوف ايه الحلول المتاحه اوريدي من شركات تانية عملتها وبتقدمها، وغالبا الحاجات دي بتبقى يا مجانيه يا اما بسعر لحد ما رخيص يعني. بس طبعا كلمه رخيص دي نسبيه. بعديها قدموا لامدا او لامدا ايا كان في 2014، وبدا موضوع السيرفرلس. تقريبا ما سمعناش احنا هنا عن السيرفرلس غير من كام سنه كده، بس بدا من 2014 وبدا بعديها ينتشر. بعديها جو بدا يبقى في مقالات كتير ومحتوى كتير قوي على موضوع السيرفرلس. كان اختراع جديد يعني، اللي هو من غير سيرفرلس without a server. بس هو في سيرفر برضه، ولسه في سيرفر يعني، هو ده كل حاجه بترن على سيرفر في الاخر.
بس الفكره بتاعت سيرفرلس لما الموضوع بدا خالص كانت فكرته انك مش محتاج سيرفر، لان في الاول كنت محتاج تشتري كل حاجه، كل المعدات، كل الحاجه اللي انت محتاجها علشان السيرفرات، محتاج تشتري الهاردات، السوفت وير، محتاج حد يدير الكلام ده ويرن ويعمل الادمن ورك يعني. بس مع الوقت لما امازون اتاحت الخدمه بتاعتها بقيت انت مش محتاج حتى تعمل الكلام ده، وفي شركه تانية متخصصه اللي هي امازون في الحاله دي، او الاي دبليو اس تحديدا، مش امازون دوت كوم يعني، احنا بنتكلم دايما على الفرع ده من امازون. بقت هي اللي بتقدم لك الكلام ده، وانت مش محتاج تحط استثمار ضخم ماليا يعني في انك تشتري السيرفرات لنفسك كل الكلام ده. بعديها فكره السيرفرلس دي بدات تظبط اكتر فكره الاستهلاك، بدل ما كنت بتشتري السيرفرات لنفسك، لا هنديها لك من عندنا، وبدل ما هنأجر لك سيرفر من عندنا لوحدك 24 ساعه تفضل يعني يبقى اللي هو ميتال، اللي هو حرفيا هنأجر لك ماشين السيرفر كده زي ما هو فيزيكال كده هنأجره لك، ويبقى انت ليك اكسس ليه عن بعد كده زي اف تي بي والحاجات اس اس اتش الجو بتاع السيرفرات ده. بدل ما ندي لك السيرفر كله زي ما هو كده، لا احنا هندي لك اليوسج بس، اللي هو فكره السيرفرلس، ان كل شخص الريكوست الماشين بترن اون، بترد على الريكوست وترجع تنام تاني. عارفين فكره الكولد ستارت دي؟ السيرفر ما بقاش شغال 24 ساعه، ما بقتش محتاج تفكر في ان السيرفر شغال 24 ساعه ومحتاج تصرف عليه 24 ساعه طول الشهر، لا ما بقاش فيه الفكره دي. فمش محتاج تدفع اشتراك شهري بالفكره دي، لا انت بقيت تدفع على حسب الاستهلاك وعلى حسب الدقائق او الثواني تقريبا. في اي دبليو اس الحساب بالثانيه، الحساب بالثانيه على كل حاجه، فبقيت بتدفع على عدد الثواني اللي الماشين اشتغلت فيها بس. فلو جالك زوار كتير على الموقع هتدفع اكتر، لو جالك زوار اقل هتدفع اقل، وهكذا. فدي دي تاني حاجه يعتبر اي دبليو اس بتقدمها بعد فكره الانفراستراكشر از سيرفيس، بقت تقدم فكره السيرفرلس. وطبعا الموضوع انتشر جامد يعني في كل حته. بعديها من 2016 لحاليا الجلوبال اكسبانشن، التوسع بقى العالمي، ومعظم الشركات تقريبا دلوقتي بقت شغاله على اي دبليو اس. الشركات غالبا الشركات اقصد التك كومبانيز، يعني الشركات اللي في التكنولوجيا، صح، اللي هو الشركات المشهوره اللي عارفينها يعني اللي تخص التكنولوجيا كلهم شغالين على اي دبليو اس، او بيستخدموا تن ريسورسز من اي دبليو اس، لانك مش محتاج كشركه تروح تحط مليار جنيه على او مليار دولار في الانفراستراكشر بتاعتك وتعمل الداتا سنتر بتاعك، كل الحاجات اللي الواحد محتاج يعملها علشان يبقى له داتا سنترز في اكتر من قاره والكلام ده. لا هو اي دبليو اس عملت كل الكلام ده اوريدي، والشركات مش محتاجه بس غير انها تدخل تعمل حساب، يعني اللي هو تتعاقد، اشتغلوا من عندنا، اشتغلوا استخدموا الخدمات اللي عندنا وخلاص. احنا عندنا داتا سنترز، احنا عندنا احسن مهندسين على الكوكب، احنا عندنا الكلام ده كله، وانتوا عليكم ان انتوا تيجوا تشوفوا محتاجين تستهلكوا قد ايه للخدمات بتاعتكم من السيرفيسز اللي بنقدمها دي، وعلى حسب الاستهلاك بتاعكم اخر الشهر هتدفعوا الفاتوره، وشكرا على كده. مفيش اي مسؤوليات ضخمه بتشيلوها، ولا تعامل مع حكومات، ولا داتا سنترز، ولا اي انفراستراكشر تحت ايدكم فيزيكالي، ولا الكلام ده خالص. فده سبب ان هم توسعوا جامد بشكل عالمي هنا. فكره الكلاود مايجريشن هتلاقيها كتير موجوده في الكورس ده، لان في شركات لسه لحد دلوقتي، اكيد في شركات كتير لسه ما نقلتش على الكلاود، فبيتكلموا كتير عن النقطه دي، انك محتاج تنقل من، لو عندك السيرفرات في الشركه، لو عندك الحاجه ان هاوس او الحاجه في البيت يعني خلاص كده كل حاجه بتعملها يدوي وعلى حسب السيرفر بتاعك، ولو جالك ترافيك عالي، لو الموقع بتاعك اتشهر او طلع ترند او نزل عنه خبر في الجرايد او حاجه زي كده، الموقع هيقع، صح، هيحصل فيلير، السيرفر هيقع. عارفين يعني غالبا سمعتوا الكلمه دي في السوشيال ميديا او في افلام، اللي هو السيرفر وقع او الكلام ده، يعني اللود عالي، الحمل عالي، السيرفر وقع، الكلام ده. فهم بيقدموا حلول للمشاكل دي كلها، لانك مش محتاج تدير السيرفر بتاعك اصلا في البيت، خلاص هم هيديروا كل حاجه، وانت محتاج بس تدفع على حسب الاستهلاك بتاعك. لو زاد هيحصل سكيلينج، سكيل اب، سكيل داون. الفكره بتاعت السيرفرز برضو بتلعب هنا. فانت محتاج بس كل اللي تعمله هو انك تعمل مايجريت، صح، الكلاود مايجريشن. يلا كلنا نهاجر ونروح على الكلاود، نبطل نعمل سيرفراتنا في بيتنا، ونبطل نعمل الكلام ده،
ونمايجريت ل AWS. طبعا مفيش اوبشنز ثانيه غالبا في المنطقه دي، او في الفتره يعني دي، في البدايه كلها كان هو AWS هو الخيار الوحيد، وبعدها بقى الخيار الاول. يعني دلوقتي في بروفايدرز تانيين زي جوجل وزي شويه ناس تانيه، بس غالبا برضه هتروح ل AWS. صح، هو الاول وهو عنده معظم السوق، فهو الخيار الاضمن يعني. فكره الكلاود مايجريشن هي يعني شغاله حلو مع فكره الديجيتال ترانسفورميشن. بدل ما نقعد نكتب المعلومات كلها في ورق ودفاتر، لا احنا محتاجين ننقل كل حاجه على الكمبيوتر ونعمل لها ديجيتايزيشن، او ننقل للديجيتال، لعالم الديجيتال يعني. فالاثنين مع بعض، مش بس تنقل لعالم الديجيتال او على الكمبيوتر، لا انت محتاج كمان تنقل عن بعد. خلي كل حاجه عند امازون هو يهندل الداتا، يهندل السيرفرز، يهندل كل حاجه، وانت بس محتاج تستخدم وتدفع الفاتوره وبس. التوسع العالمي وبيقدم regions availability zones. AWS ما بقتش في امريكا بس، او ما عندهاش داتا سنتر او اتنين، يعني ما عندهاش السيرفرات بتاعتها مش موجوده في منطقه ولا اتنين، لا بقت بتتوسع الكوكب كله. قارات كتير، دول كتير عندها داتا سنترز في كل حته، غالبا بالمئات دلوقتي، بالمئات، بس مش 800 يعني، غالبا من 200 ل 300. ما اعتقدش في حد خرج من المنطقه دي. حوالي من 200 ل 300 داتا سنتر او ريجن سيرفرز افيلابيلتي زون. الحاجات دي، الفرق بين الحاجات دي هتبان بعد شويه غالبا في نفس الموديل. ايه الفرق ما بين الريجنز، ايه الفرق ما بين الافيلابيلتي زونز، وات ايفر. وانت بتشتغل هتقدر تفرق قوي بين الحاجات دي. بس غالبا في الاول لو انت بتعمل موقع كديفلوبر، كAWS ديفلوبر، وانت بتعمل موقع، مش هتحتاج قوي تفكر في الموضوع ده. يعني الكلام ده في السكيل، لو انت في امريكا وبتعمل الموقع بتاعك وعايزه يبقى عالمي ويبقى سريع في كل حته، فهتبدا تفكر في الريجنز، وعايز تنشر الموقع بتاعك في كذا منطقه، كذا ريجن او كذا افيلابيلتي زون يعني. بس بالنسبه لنا هنا، بالنسبه للمواقع المحليه، الشغل الصغير الى حد ما، مش محتاج تهتم قوي بالموضوع ده علشان ما يكلفش يعني. غالبا هتبقى مركز في ريجن واحده، افيلابيلتي زون واحده، هتلاقي الموضوع واضح مع الوقت يعني. Continued innovation with the launch of new services such as SageMaker for machine learning و databases و IoT. AWS بدأت تكمل وتتوسع أكتر، تدخل في الماشين ليرنينج، الاي اي، الذكاء الاصطناعي. الناس اللي بتسمعوه طول الوقت دلوقتي، ورور علشان الداتابيسز و AWS IoT او انترنت اوف ثينجز. بدأوا يقدموا أكتر من حاجة مختلفة يعني، مش مجرد الخدمات الرئيسية قوي اللي هي مجرد سيرفر ومكان تخزن فيه وشكرا يعني، أو اللي هم EC2 EC3. لا، بقوا يقدموا ويخدموا على حاجات كتير، بقى عندهم حلول كتير، تو ماتش حلول actually. وبكده نبقى خلصنا حلقة النهاردة. ما تنساش تقولي رأيك في التعليقات تحت، ولو استفدت من الفيديو اعمل لايك وشاركه مع حد، واعمل الاشتراك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك الإشعار أول ما انزل فيديو جديد هيكون عن واي كلاود كومبيوتنج. أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.